حياكم الله، مرحبا. هل انتخاب رئيس جديد للاتحاد الجزائري يكفي لحل كل المشاكل وتجاوز كل التراكمات التي شهدها الاتحاد الجزائري لكرة القدم؟ ومن الذي بإمكانه أن يفعل ذلك من بين الثلاثة؟ المدرب الوطني السابق مزيان غيل، رئيس الرابطة الوطنية عبد الكريم مدور، وعضو الاتحاد السابق وليد صادي. طبعا هذه أهم التساؤلات التي تدور في وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر. يصعب الإجابة عليها، ولكن لا يصعب علينا أن نجدد التفكير بصعوبة المأمورية. أنا استمعت البارحة للمرشحين الثلاثة في تصريحاتهم عندما خرجوا من مقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد أن قدموا ملفات ترشيحاتهم. استمعت إلى كلام عام لا أعتقد بأنه كان مهيأ له كما ينبغي من طرف المترشحين الثلاث. كل واحد فيهم واثق من نفسه في الفوز، ولكننا لم نسمع ثقة كبيرة جدا في حل مشاكل الاتحاد وفي تجاوز كل الهموم الموجودة، سواء داخلية أو خارجية، مادية وفنية وإدارية وتنظيمية، كبيرة جدا، زادت أكثر مع مرور السنوات وتراكمت أكثر مع غياب الحلول للكثير من المشكلات، خاصة المشكل المالي الذي سيكون بمثابة صدمة بالنسبة للرئيس القادم للاتحاد الجزائري عندما يطلع على الملفات ويطلع على خزينة الاتحادية الخاوية. بعد أسابيع ستختار الجمعية العمومية واحد من المرشحين الثلاثة، واحد من هؤلاء وأولئك سيكون رئيس الاتحاد المقبل، طبعا بعد دراسة الملفات والتي قد تفضي إلى إلغاء واحد أو اثنين أو حتى ثلاثة من ملفات المترشحين لأنها لا تستجيب للشروط القانونية المطلوبة. هذا يبقى توقع، لكن في نهاية سبتمبر سيكون لنا رئيس جديد وتبقى التساؤلات كلها مطروحة. هل بإمكانه لوحده من دون مرافقة ومن دون دعم من الجميع، إعلام، جمعية عمومية، مؤسسات وطنية وسلطة أيضا، لتجاوز حجم الديون المتراكمة ومساعدة الرئيس القادم على إعادة ترتيب البيت وتنظيم شؤون الكرة عندنا؟ هذا السؤال يبقى مطروح، مثل ما تبقى أسئلة كثيرة مطروحة في ظل لحد الآن عدم ظهور القبلة بالنسبة لأعضاء الجمعية العمومية الذين تعودوا على توجيهات في انتخابات رئاسة الفاف في كل الفترات ومنذ الاستقلال إلى اليوم، لأنه صعب جدا أن يأتي رئيس اتحاد من دون أن تكون له الموافقة من قبل السلطات العمومية. وهذا لا يحدث فقط في الجزائر بل يحدث في كل بلاد الدنيا، لأنه منصب رئيس اتحاد مهم جدا، لا يختلف عن أي منصب آخر على مستوى السلطات، لأن الكرة أيضا صارت عندها قيمة وشأن كبير جدا وعامل مهم جدا في الاستقرار وفي الحفاظ على معنويات الناس، لأنه غالبية الشعب تتابع الكرة وتتابع المنتخبات، ويهمها أن تكون الكرة في أفضل الأحوال. طبعا في انتظار الإجابة على هذه التساؤلات ننتظر ما تقرره لجنة الترشيحات، وننتظر أيضا ما تقرره الجمعية العمومية في نهاية شهر سبتمبر المقبل لاختيار رئيس الاتحاد الجديد بين الثلاثي الذي ترشح. سلام.